صباح الخير عليكم، صبحوا تربحوا. لأنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن حال وباش ما تمنيتوا في هذا النهار. اليوم فيديو جديد على قناتي وقناتكم حياة صابر. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم ملاوي اللي كيجيو غزالين واللي كيبغيهم كلشي واللي اللي كتقلبوا عليهم، وبريوش وكيكه بالتفاح اللي بساطين وبمقادير بسيطه وشي حاجه اللي كتجي زوينه وبنينه اللي كيحماقوا عليها الوليدات. ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد المقادير هادو. ما نطولش عليكم وندخلوا نشوفوا الفيديو عندي شنو فيه. هنا غنبدا معكم من العجينه ديال الملاوي اللي عندي فيها نص كيلو اولا 500 غرام ديال طحين الدقيق الابيض اولا الفورس، وزلافه ديال الطحين سبيسيال هادو نوعيه مزيانه، معلقه ديال العسل، معلقه صغيره ديال الخميره، شويه الملح. وكنجمع هادشي بالماء دافي. كندلك العجينه مزيان مزيان. لا عندك العجينه اختي خدمي بها، مهم انا كندلك العجينه مزيان مزيان وكندير ليها شويه زويته وكنخليها ترتاح. ومن بعد عاد كنبدا نكور، ملي كنخليها ترتاح واحد 5 دقائق، ما نفوتش ما تفوتوش 5 دقائق على بدات فيها الخميره. بعد كنرجع ليها وكنبدا نكورها. هنا عندي عطاتني 4 الكويرات على حساب الشكل اللي بغيت. انا بغيت نديرهم كبارين. من بعد ما ارتاحوا انا كنقرصها. العجينه ارتاحت معايا حيت مدلوكه مزيان، عاطياني الطوع، يعني ملي كنقرصها ما كترجعش كيف ما شفتوا، كتقرص ليا بواحد السهوله. وراه الطريقه ديك النفيفيخه ديالها باش كتعرفوها راها ناجحه 100%. هنا مذوبه الزبده ديال العبار وداير ورشيتو، وعندي السميده الرقيقه درت عليها الزبده، رشيت الزبيده رقيقه. وفي التقريصه كنديرها بحال غندير رغايف مربعين، ما كنلويش وكنزير يدي باش كيجيوني محلولين من الداخل. صافي كنخليها ترتاح وكنهز الاخرى وكندير لها نفس العمليه. كنقرصها مزيان تيبان ليا سطح العمل. كندير الزبده، كندير السميده الرقيقه، وكنعاود نقرص. وكيف ما كتشوفوا في اللويه باش كتجي الملاوي ناجحين كنقرصهم بحال غادي ندير رغيفات معمرين. هنا غنخليهم يرتاحوا 5 دقائق، ما نفوتوش 5 دقائق باش ما يخمروش لينا بزاف. من بعد ما ارتاحت ليا قرصت المليويه ديالي، درت مقيله كتسخن، رشيت بزبيده بشويه الزيت صافي ودرتهم يطيبوا. اون فوا كتسخن ليا المقله كنوسط العافيه وكنبقى نطيب، وانا كندور بالجناو الجنيبات ديال المليويه باش طيب ليا من الجهات كاملين وتحمر، تاخد اللون موحد وتجي طايبه وكيجيو محلولين ومنفوخين. الصوره راه واضحه وكلشي راه واضح. الصراحه كيجيو ملاوي يا سلام واعرين محلولين في المقله، ما كيعذبوا ما والو. صافي كنبقى بهاد العمليه حتى تنساليهم كاملين. هانتوما كيف ما كتشوفوا انهم كيجيو محلولين وغزالين. الصراحه فنين ديال تحميره الوجه قدام الناس. انا راه كيعجبوني نديرهم كبارين، ملاوي مغرب ملوي مغربي حر، ملاوي كبارين، ملاوي مخامر هادو. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه جاو محلولين ومرقين. هنا راه درت عليهم واحد الطريف ديال العسل ديال الشهده باش كنرافقوا معاهم. هكا كيبغيو ولادي. صافي وبصحتكم وراحتكم وجربوه وردوا عليا في الكومونتير. بالنسبه للكيك عندي 3 البيضات، كاس الزيت، كاس الحليب، كاس السنيده، واحد فانيا وقريصه الملح. هنا غندير كلشي في الخلاط الكهربائي. غادي سمحوا لي انا رانا قطعت شويه على وداش الاذان. من بعد غادي ندير هاد الخليط ديالي في الخلاط الكهربائي وغادي نخلطو مزيان. ومن بعد غادي نديرو في واحد البول وغادي ندير عليه الطحين اللي عندي فيه 250 غرام. والطحين غنديرو تدريجيا، ما غاديش نخلط كلشي في دقه واحده. وغادي نزيد عليه 2 خمارات كيف ما كتشوفوا، 2 خمارات. وغادي نبدا نطرب غير بشويه حتى نكمل ديك 250 غرام، وانا كندير غير بشويه. من بعد غادي ندير
معلقه ديال الخل كبيره. صافي نجيب المول ديالي وغادي ندهنو بالزبده ونرش عليه طحين، وغادي نخوي الخليط ديالي ونخليه على جنب. ومن بعد ندوز التفاح اللي غادي ندير فوق منه. المهم انا راني سابقه الفيديو في الهضره، راه نتوما غادي تفهموا كل شيء وغادي تعرفوا. بالنسبه للتفاح عندي جوج تفاحات قشرتهم وحكيتهم، معلقه ديال المايزينا، عندي الزبيب الكميه اللي بغيتو ديال الزبيب، عندي الفيرميسيل، وعندي واحد فانيا. وغادي نخلط هادشي مزيان ونديرو فوق التفاح، فوق الخليط ديال الكيك. ومن بعد غادي نشد الكركاع وغادي نهرمشو غير بيديا، نهرسو صافي. وغادي ندخلها هنا الفران، راه ما سخنتو ما والو، بارد. غنعطيها ساعه الا ربع ديالها. من بعد ملي خرجت ليا من الفران هانتوما كي جات مذهبه غزاله مقطنه، هانتوما كي جات تتحمق. هنا راه دهنتها من الفوق بشويه العسل ورشيت عليها اللوز كونكاسي. ما نقول لكمش جات واحد كيكه ديال تحميره الوجه. ودائما مع البساطه داكشي بسيط اللي عندك موجود في الكوزينه كتخدمي به. كتعرفوا دابا التفاح ملي كنجيبوه راه كيبدا يخسر لينا، نستغلوه في هاد المسائل هذه. صافي وكيكه هي كي جات غزاله، كيكه منفوخه طالعه كتحمق حماقوا عليها وليداتي. جات فيها واحد البنه ما نقول لكمش عليها كي دايره. ها هي النتيجه ديالها كي دايره، راه غير الصوره واضحه. هضر على راسها شكرا راسها براسها. هنا راه جات بنتي هنا حدايا وكتقول لي ها ماما، كتشافتني كنمونطي قالت لي ها ماما زوينه. كي جات الكيكه قوليها ليهم زوينه. ايوا هذا مكان. بالنسبه للبريوش عندي كاس ديال الحليب كبير دافي، عندي معلقه ديال الخميره، عندي نص كاس ديال السكر غنخليها تتفاعل ليا الخميره. ومن بعد غادي ندوز ندير نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الليمون عصره ليمونه والقشره ديالها، وغادي ندير فانيا وغنخلط هادشي مزيان. من بعد غادي نضيف عندي 500 غرام ديال الطحين، عندي خماره. غنطرب هادشي مزيان، ماشي نطرب، غنخلط هادشي وغادي نعجنو. العجينه راه كتكون كيف ما كتعرفوا العجينه ديال في الاول راه غادي نخدم بالفوي، من بعد غنبدا نضيف الطحين تدريجيا. غيبدا يتقل ليا الخليط، غنخدم يديا. وها نتوما كيف ما كتشوفوا الطريقه بحال العجينه ديال السفنج. كنبدا نطرب هكا بيدي. من بعد غادي ندير شويه الزويته ملي تخلط ليا مزيان، غادي ندير شويه الزويته وغادي نجمع العجينه ديالي ونخليها حتى تضاعف ليا. غنعطيها ربع ساعه ديالها ومن بعد نغطيها ونعطيها ربع ساعه. ومن بعد نبدا نكور فيها ونشكلها على. هنا راه الخميره خمرات ليا، غادي نبدا نشكل وغادي نحط في هنايا عندي في البلاطو حتى نسالي كلشي وندير القياس. ديروا القياس اللي بغيتو. المهم انا درت القياس اللي بغيت، درت القياس صغارين، شكلت النص على شكل قريصات والنص درتهم على شكل وريدات. صافي من بعد كنبسط عندي هاد الكويرات كنبسطهم وكندير الشكلاط. المهم انا درت الحشوه درت الشكلاط. صافي كنبقى نكرس كيف ما كتشوفوا في الصوره وغادي ندير في الطاوه. ما كنبسطهمش بزاف باش يجيوني مفشين. هنا غادي ندير على شكل وريضه اللي كنديرها هكا طوليه، كنعمرها بالشكلاط، نديرها هكا طوليه، كنقطع بالموس من الوسط وكنضفرها بحال بحال اللي كنضفروا الشعيرات ديالنا ولا صافي بحال الضفيره العاديه هكا. كنخليهم هكا على شكل وريضه. صافي كنديرهم في الطاوه. من بعد ملي يخمروا ليا كنطاليهم بالبيض وكنرش عليهم شويه اللوز ايفيلي. ومن بعد كنديرهم في الفران. هنا كتشوفوا كيف من بعد ما خرج ليا من الفران راه جاو فنين، المذاق تيحمق والهشاشه اللي فيهم اكثر من القطن، جاو مقطنين بزاف. وهذاك الليمون عطاهم واحد الكولور من الداخل غزال. شي حاجه اللي زوينه، جربوها البنات وما
جربوها وردوا عليا في الكومونتير كي جاكم. بصراحه زوين وسهل وخفافين. هنا غنخليكم ونقول لكم استودعكم الله، ونتلاقاو في فيديو جديد. واللي غادي نتمناو الله يصوب لينا في هذه الاوضاع اللي حنا كنعيشوها دابا. الله يعمل ربي يكون معنا. المهم حنا كنقشبلو مع الوليدات اولا وما كنهضر معكم بالدارجه ديالنا كنقشبلوه، يعني كنساويو مع الوقت، كنساوي مع هادشي اللي واقع. الله يصوب لينا ويصوب للجميع. الله يعمل ربي يحفظنا وما يعطيناش شي حاجه اللي تخلعنا كثار من هادشي اللي حنا كنسمعوا واللي حنا كنشوفوا. نخليكم وما تنساوش البنات اللايكات، وما تنساوش البارطاج مع صحابكم، خليوا لي في الكومونتير كلمات ديالكم الزوينين وكي جاكم هادشي. دائما مع البساطه ودائما مع قد الجيب وعلى قد الحال. يلا مع السلامه، نخليكم على خير.